ما بين صناعة وتسجيل بتتعدد مهام البوينت جارد في كرة السلة. بما اننا بنشوف اغلب الانديه رايحين لمحترفين في مركز واحد واللي بيكون سكورر اكتر منه صانع لعب، فهل ده راجع لاهميه لعيبه المركز ده عن غيره، ولا علشان في خاصيات معينه موجوده في لعيبه المركز ديت مش موجوده في المراكز التانية؟ بالتالي المدربين بيكونوا عاوزين الخاصيات ديت الموجوده في لعيبه المركز واحد، زي انهم عندهم العقليه المحركه للملعب. فالمدرب طبعا بيحتاج عقل معاه او لاعب يشيل بقيه اللعيبه المصريين، فبيضطر ان هو يجيب لاعب محترف. الحقيقه ان صناعه العقل المدبر ده لاي منظومه مش بالسهل، بما ان في كره السله العقل ده على الارجح بيكون موجود في مركز واحد زي ما قلنا. بالتالي علشان تفرز العقل ده محتاج تطبق الاسس صح. الاسس هنا بتعتمد على ثلاث حاجات: فكر وافراد وامكانيات. الافراد طبعا بتتمثل في وجود قاعده كبيره من الناشئين الممارسين للعبه. الفكر هنا هو المدربين اللي بيجهزوا اللعبه ديت، والامكانيات هو القدره الذهنيه والبدنيه للافراد على استقبال المعلومات وتنفيذ الحركات اللي بيطلبها منهم المدربين. بالتالي اذا عنصر من دول تختل فالمنظومه البنائيه كلها للاعب بتخرب، وبالتالي منظومه الفريق نفسه بتقع. ما بالك بقى وان كل عنصر من دولت عيوبه اكبر من مميزاته. فالتجهيز مثلا اللي بيملكه المدربين وعقليتهم اقل من قدرتهم على تجهيز جيل الشباب. ان المدرب يكون عنده القدره على تجهيز لعيبه مركز واحد يزرع فيهم العقليه والمهاره الكافيه، مش مجرد دربل بس واطلع اجري بالكوره وحط ازاي في الحلقه وتعمل ازاي مثلا مع السكرين. لا، هو بيفرغ المركز من طبيعته وبيقوي عقل اللاعب ذهنيا على استيعاب المنظومه، لان هو اللاعب اللي هيشيل الفريق بعدين، هو اللي هيحرك اللعيبه حواليه علشان ينفذ خطه المدرب كرقم واحد. اما عيوب بقى العنصر الثاني او العنصر الافراد الممارسين للعبه، ده بيودينا برضو للعنصر الاخير، لان الاتنين متشابكين مع بعض. عمليه فرز لعيبه مناسبه جسديا وذهنيا من 1000 واحد مختلفه عن 100 لاعب، بالخصوص ان ممارسين اللعبه ديت مش شرط يكونوا مضحيين بكل حاجه في حياتهم علشان خاطر اللعبه. لا، ممكن يكون ابن عضو غني مثلا في النادي فبيمارس اللعبه كهوايه. ممكن يمارسها سنين طويله بس عادي، مش مثلا هيهلك نفسه وهيهلك ذهنه وهيضغط على نفسه عشان خاطر اللعبه. لا، عادي ممكن يروح النادي، وحتى ممكن يكون ابن لاعب سابق مثلا. بالتالي عمليه الفرز للوصول للامكانيات الذهنيه اللازمه او البدنيه اللازمه مش موجوده في الحته ديت. ان احنا بنشوف مثلا لعيبه الكره علشان خاطر توصل للاعب كره متميز، انت ممكن يكون اللاعب فقير مثلا، ممكن يكون اللعيب بيكحت طول اليوم في التدريبات ويكافح عشان خاطر يوصل. انا مش ضامن العدد المعين اللي عندي في مصر هنا اللي بيمارسوا كره السله كلهم كام واحد منهم بيضحي علشان خاطر اللعبه. فبالتالي عمليه الفرز صعبه عشان توصل لامكانيات ذهنيه للعيبه مركزه وعندها القدره على استيعاب المعلومات الكافيه في المركز ده. وبالاضافه طبعا ان احنا قلنا ان احنا عندنا عيوب في التجهيز من المدربين. طب ما تيجي مثلا نشوف التجهيز اللي بيحصل بره عشان يفرز لنا اللعيبه امكانياتها ايه بالظبط. انا عاوز اقول ايه هي انواع البوينت جارد في السله عموما. عندنا مدير اللعب المسيطر اللي هو زي لوكا دونيتش وستيفن، ده بيبقى القلب النابض للفريق، ده بيسيطر على الهجوم، بيتبني اللعبه عليه، بيتبني الملعب كله من حواليه. او عندي مثلا صانع اللعب المبدع زي موري او روزير، ده بقى بيضيف لمسه شخصيه كده للهجوم، بيتميز بالقدره على التسجيل والتمرير بطرق غير تقليديه. اهم لعيبه في المركز ده كان ماجيك جونسون. عندنا مثلا مدير اللعب المنظم، ده واحد بينظم اللعب، بيركز على اداره اللعب وتنظيم هجوم الفريق بشكل فعال. اهم واحد في المركز ده كان كريس بول. عندنا برضو اللاعب المساعد، وده زي بيعمل على دعم نجوم الفريق وتسهيل مهمتهم. واهم لعيبه المركز ده راجون روندو. عندنا المساعد المتخصص، وده بيكون دوره مساعده النجوم وتنفيذ الخطط التكتيكيه بشكل محدد. اهم لعيب ده فيه زي جرو هوليدي. فانا عندي خصائص معينه انا افرزتها في المركز البوينت جارد. بيكون عندي قاعده كبيره، مدربين شغالين صح ذهنيا وبدنيا ونفسيا، واقدر افرز من الالف اللي بتقدمه مثلا الانديه اللي حواليا او في المحافظات المختلفه، ان انا افرز لعيبه محدده فيهم كل الخصائص ديت. بمعنى ايه؟ انا مثلا عندي لعيب معين ده مساعد، ده منظم، ده مستحوذ، كهكذا. انما انا هنا بفرز للاسف عدد قليل وبجهزهم غلط، ما بجهزهمش صح. نيجي مثلا عندنا في الزمالك نشوف مين البوينت جارد اللي عندنا علي عمر
وعمر عزب، ايه الامكانيات لكل لاعب فيهم، ايه القرار اللي بياخدوه وبيتم على اساسه تقييمهم وتقييم الفريق بوجودهم، وايه مستوى التنظيم، وهو معمول الخطا لكل هجمه وازاي بنعالجه. وما بقولش ان هم عندهم يعني قصور كبير مثلا يعني، او انه لا يمكن علاجهم، لكن التفكير بما اننا احنا رايحين نجيب مركز واحد، او انت حاسس ان في قصور في صناعه اللعب عندنا او في المركز ده او في الفريق في سيستم الفريق، فده لازم يكون في قصور عند اللعيبه ديت. وده اصلا بيجي القصور من منظومه مصر كلها في لعيبه مركز واحد. مركز واحد في مصر مركز عجوز. عزب كمثال مثلا بمباراه النهائي، ممكن انا هقول اللقطات اهيت قبل ما اقول عزب ايه هو دنيته او علي عمر ايه هو دنيته. هنا مثلا استلم دفه المباراه من البدايه، ايه القرارات اللي كان بياخدها؟ هنا طلوع بالكره، سلمها باص عرضي، واتحرك في الكورنر. هنا بقى طبعا اسماعيل هيعمل السكرين، عمر يخش معاه في الرول، ايا كان اللي هيحصل. الهجمه اللي بعدها مهاب ياسر بيستلم منه الكوره وهو يروح على الكورنر. هنا مثلا في الكوره ديت بعد السكرين من اسماعيل، هو ما جازفش بالباص ليه اللي هو الطبيعي بتاع اللعبه، لا هو باص الكوره جنبه فبيديهالك. او هنا مثلا سجل، هنا خد قرار التسجيل. فتقدر تستشف عمر عزب بيعمل ايه بالظبط على مستوى المركز بتاعه لما بنلعبه في مركز واحد. بيطلع بالكوره من ورا من اول الملعب، بيباص الكوره، يا اما هو هيحاول مثلا يسجل لو مزنوق. مش باص الكوره، مش بيصنع لعب، هو بيباص الكوره لاي واحد قبله للي جنبه، ويبدا هو مثلا يتخذ مكانه في الكورنر اللي هو زي لعيب ايه مركز اتنين مثلا. عكس مثلا علي عمر عندنا، هنا خد الكرة باص عرضي تمام والتزم بمكانه، بس هو هنا حاول يعمل هجمه مع خالد، كان ممكن طبعا يطلع كيك اوت لعزب فيها، بس هو قرر يخش جوه. بس في كوره بتتلعب حواليه، يعني في لعب علي عمر بيقدر يخش معاك ويقف مكان المدرب ويتبني حواليه خطه معينه يوصل الكوره ازاي للاعب فاضي. هنا مثلا بصل خالد تحت السله، فهنا في بروفايلين مختلفين تماما نوعا ما في القرار. لكن هو جوده التنفيذ بتكون العائق دايما، مش جوده التنفيذ معناه هو مش عارف يباصي. هو الفكره هو هينفذها على انهي دفاع؟ هل يقدر ينفذها مثلا في ماتش القناه زي ما بينفذها في ماتش الاهلي، او العكس يعني يقدر ينفذها في ماتش الاهلي زي ما بينفذها في ماتش القناه؟ ممكن لا، لان هو الدفاع هنا مختلف عن هنا. فهل هو عنده القدره على ان هو يدربل وان هو يعدي من السكرين وان هو يتفادى الدفاع اللي خشنا عليه، وان هو دفاع الخصم التكتيك المظبوط الصح اللي فايق لكل حركه منه، هل هو يقدر ينفذ الاختراق بتاعه فيه؟ فالحاجات ديت اللي بتحصل هي دي اللي بتفرق اللعيبه ديت، ان هو جودتهم ممكن هم عندهم يعني هو عنده صناعه لعبه بس هو مش قادر ينفذها في المباريات المهمه، لان هو مش عارف يتعامل صح مع الدفاع اللي موجود قدامه. بالتالي الزمالك بيقع في مشكلة ان هو عاوز يروح للاعب في مركز واحد يقدر يصنع لاعب للفريق وينظم الفريق حواليه ويساعد الفريق حواليه وكمان يكون مسجل. المشكلة ديت برضو احنا مثلا بنشوف في الاتحاد السكندري، وهو الفريق الوحيد اللي فيه بوينت جارد اصلا في مصر حلو، لكن البوينت جارد ده اللي هو دولة ايه قراره دايما بوب التسجيل، صناعة اللعب عنده قليلة تماما. هل الاتحاد السكندري راح لديكسون مثلا علشان خاطر ديكسون ممكن عنده شويه صناعه لعب مختلف شويه، او اي نعم عنده قرار التسجيل بيبقى طاغي شويه عن الصناعه بس بيصنع لعب، عكس دوله اللي هو التسجيل بالنسبه له رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه، والتسجيل ده بيبقى وصناعه اللعب بيبقى في الاخر. ممكن يكون كده، مع ان مثلا لما سالت دكتور كريم ايه يا دكتور كريم اللي شايفه في الاتحاد السكندري، كان شايف ان هو يكمل بالمحترف الامريكي اللي كان معاهم في البطوله العربيه. بس في رأيي الزمالك كان محتاج بوينت جارد من النوع التاني اللي هو زي هودج، اللي هو صانع اللعب المنظم للعب. هو مسيطر على كل حاجة، بيسجل وبيباصي وبيعمل كل حاجة، بس هو بينظم اللعب اكتر، مش بيعتمد على نفسه بس. مش هو الستار الوحيد في الفريق اللي الفرقة كلها تخدم عليه، لا هو بياخد الكورة ويقدر يعدي ويقدر يحط، بس بيقدر يشغل اللي حواليه. نسخة هودج تمام. الاتحاد ما كانش محتاج محترف في واحد، الاتحاد عنده دولة، عنده ميدو طه، عنده ياسين عبد الوهاب. انا كان رايي ان الاتحاد كان لازم ديكسون تمام قوي كده، ويكمل الموسم بجوردن ماكري اللي كان معاهم في البطوله العربيه. الواد تلاتايه تقيله، هو لاعب NBA، واخد NBA رينج قبل كده مع كليفلاند كافاليرز، وكنت اتوقع ان هو هيجي وزنه تقيل وبطيء وكل حاجه، لا هو جاي لايق. ما كانش منسجم مع الفرقه قوي، كان بيلعب فرد كتير، لكن هو زي ما بقول لك هو لايق. وبعدين هو بيلعب ثلاثه، فطبيعي ان هو يبقى سلاشر داخل يخلص عادي خالص انه يلعب فردي، لانه مش كل الهجمات هتبدا عن طريقه، لا بس كل اللي هتجيله يقدر هو يخلصها. ده كان رايي الاتحاد كان لازم يكمل بيه الموسم.
مع وجود دولة اساسي كصانع لعب، وبعديه ميدو طه وياسين عبد الوهاب، ووجود جردات تانية زي شوشة ويوسف شحاتة كمان، انا نسيته، يوسف شحاتة موجود، كانش له لازمة خالص انه يكمل بديكسون. الاهلي في معضلة شوية السنة دي، الاهلي عنده مركزين كان محتاج فيهم محترف مش مركز واحد. السنة اللي فاتت كان رأيي ان الاهلي لازم يجيب محترف بتاعه في 4 او في 5 بس يكون خفيف، او اللي هو يقدر يلعب مع عمر طارق في الملعب زي اليكس يونج او زي نونو اموت اللي هم جابوه قبل كده في البال. تمام. السنه دي مع ان كريم حاتم مشي، بيبو زهران رجع، بس بيبو زهران بيلعب 2 برضه، فمش هينفع تعتمد عليه في واحد، فبقى عنده مشكلتين، ان هو المشكله الاولى مركز واحد، والمشكله الثانيه مركز 4. الاثنين محتاج فيهم محترف. ولو قلنا الاتحاد الاهلي هيبقى محتاج محترف في مركز واحد، شكله ايه الاهلي هيحتاج محترف في مركز واحد زي تومسون فعلا، النوع اللي بيساعد نجوم الفريق، النوع اللي هو بيعمل الدور الدفاعي كويس، بيطلع بالملعب وبيساعد نوع الفريق، اللي هو النوع الاخير في الانواع اللي احنا قلناها في انواع بوينت جارد. طيب على الاساس ده واساس اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، هل المدربين بيبقى عندهم الرؤيه الكافيه لجلب محترف يوافق طريقتهم وطريقه لعبهم يعني وامكانيات الفريق تحت ايده؟ لان للاسف دايره الاختيار بتبقى قليله، مساحه الوقت دايما قليله، واللعيبه اللي هو بيقدر يتفرج عليهم علشان يختار منهم واحد قليلين، لان المدرب من دولت ما بيقعدش سنه كامله علشان خاطر يختار محترف ينظم فرقته او يظبط فرقته، خصوصا ان اللعبه ديت بتبقى مثلا لعيب بيلعب في اوروبا، لعيب بيلعب في بورتوريكا، لعيب بيلعب في الدوريات العربيه مثلا، ما عندوش الوقت الكافي ان هو يشوف، لان ما فيش ستاف محللين مثلا او ستاف ناس بيتعاقدوا لعيبه لينا في الاول في الاخر. انت يعني نعم هو لاعب واحد اللي انا بجيبه، بس دايما بجيبه بعد ما بتزنق ان المحترف اللي معايا مش شغال وبيفشل، واجي على اخر الموسم في مده شهر واحد اخلص الدنيا دي كلها واشوف اجيب مين، وكمان البادجت بتاع الفلوس بيحكمني. فالليله كلها في قلب المحترف من بره، ما بيقعدش لفكر المدربين، لان المدربين اللي عندنا مدربين فكريا جامدين. انا شفت كابتن سولي وكابتن وائل بدر عندنا بسم الله ما شاء الله يعني جامدين، في عبقريه في كلامهم، بس الناس دي ما عندهاش الميزانيه والوقت الكافي والمساحه الكافيه ان هم يجيبوا محترفين متميزين لطريقه لعبنا. الزمالك مثلا محتاج لاعب مركز واحد زي ما احنا قلنا، ليه مثلا انا راح اجيب محترف اغلب لعبه يناسب طريقه لعب محترف مركز 2، لاعب بيعتمد على التسجيل مش صناعه. المعدل 2 اساسي ده معناه ان هو ايه، كوره بصل واحد جنبه فجنبه شرطه ثلاثيه فجت، فمش صناعه لعب خالص. ده لعيب شوتنج جارد بيحب يسجل هو ايا كان طريقه تسجيله. فهل ده يقدر يساعد فريق فيه خالد عبد الناصر وفي مهاب ياسر وفي معاذ ايمن وفي المشد وفي احمد اسماعيل وفي بقيه اللعيبه؟ يعني الحوار نفسه ذهنيا والتعامل معاه بنقع فيه دايما المشاكل ديت، فمش عارف نقول ايه. هل على طول الخط مثلا ان في حالات دايما كده بتبقى مش تمام؟ لا، في حالات جميله حصلت بصراحه، حالات جميله حصلت زي ان الاهلي لما جاب تومسون لفريق فيه ايهاب امين والجندي وعمر طارق كان محتاج لاعب يساعدهم وينظم اللعب حواليهم. لما الزمالك جاب هوج ينظم الفريق اللي اتكون في 2021، عكس مثلا قبل كده لما جبنا ستوجلين اللي الفريق كله بيخدم طريقه لعبه فيتبني اللعبه حواليه. فلا، في امثله كتير قدرنا نجيب فيها محترفين تناسب طرق اللعب اللي احنا عايزينها واللعبه اللي عندنا. لكن احنا للاسف حاليا ما عملناش ده، ما اظنش ان احنا عملناه في المحترف، بس ان شاء الله المحترف يتألق معانا. يلا اشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله، وكلام باستفاضه اكتر عن حالات اكتر ودنيا اكتر في طريقه اللعب. حابب اقول ان دايما اي لاعب في كره السله بيبقى فكر وقرار. اللاعب ده ايه القرار اللي بياخده، وايه القرار وايه الفكر اللي عنده، وايه امكانيه قدرته على تنفيذ الفكر ده والقرار ده. زي مثلا ان في قرار مثلا عند ستوجلين ان هو يسجل كرقم 1، عند هوج ان هو ينظم اللعبه حواليه سواء ما بين التسجيل او ما بين الصناعه، عن ان مثلا دوله ان هو يسجل. فهنا في قرار عند كل واحد، قدره اللاعب ده على القرار هي اللي بتحدد هل اللاعب ده يظهر لك انت حلو ولا وحش. فمثلا انا عندي عضب شويه في عمر عزب او علي عمر مثلا، ان هم ممكن
القرار بتاعهم بيجي متاخر ثواني، لان عندنا المدرب بيقيس اول 24 ثانيه. انا ال 24 ثانيه معايا، انا خدت القرار امتى بالظبط في الثانيه الكام. فانا قدرتي على اتخاذ القرار في اول 8 ثواني مثلا، ساعه الدفاع ما يكون لسه ما تنظمش، ده بيديك افضليه اكبر، عكس مثلا ما انا اخد القرار متاخر شويه فيكون الدفاع اتنظم ويكون انا اتوترت في الهجمه. قرارات زي ديت وحاجات زي ديت بتفرق اللعيبه عن لعيبه تانية، بتضطرني ان انا اروح اجيب محترف من بره. الحاجات دي كلها بتقع تحت دراسة في ايد المدربين، والمدربين بيتعاملوا معاها، لكن للاسف مساحة الوقت والاختيار ما بتبقاش كافية علشان خاطر نجيب ناس صح.